إذا حاولت استعادة الانطباع الذي تركه في نفسي العربي بن المهيدي بعدما ألقيت القبض عليه، وإذا استذكرت الليالي التي قضيناها نتحادث، فإنني أتمنى لو أن لي رئيسا مثل ذلك الرجل. أتمنى لو كان لي الكثير من الرجال من طينة العربي بن المهيدي. كان العربي بن المهيدي بطلا خارقا، كان هدوءه وسكينته واقتناعه بما يفعل مثيرا للانبهار. وعندما كنت أتحدث معه كنت أقول له: أنت قائد التمرد، وها أنت قد وقعت بين أيدينا، وانتهت معركة مدينة الجزائر، بل خسرتم حرب الجزائر كلها. فكان العربي بن المهيدي يرد: لا تصدق ذلك. كان يذكرني بأغاني المقاومة التي تقول إنه إذا مات رجل واحد فسيحل آخر مكانه. لقد آلمني فقد العربي بن المهيدي. كنت أعرف أنني لن أراه أبدا. سلمته إلى قيادة الأركان. جاء فريق خاص لاستلامه ليلا، فقدمت للعربي بن المهيدي التحية الشرفية بالرغم من أن القانون يمنع ذلك. لكن يجب عليك أن تعترف لخصمك بالشجاعة، فالعربي بن المهيدي كان رجلا عظيما. أنا الذي قدمت له تحية السلاح مع مفرزة صغيرة من الجيش، وبيجار أجاز ذلك. ثم اختفى العربي بن المهيدي، سلم إلى العدالة أو إلى معسكر للاعتقال.